انا جاي اعمل لكم ريفيو واقف قلبكم كده سريعا كده سريعا. جاي اعمل لكم ريفيو سريع كده، يعني لا يتعدى الدقيقه. كلنا على بعضنا كده بنحب البارفانات، مفيش حد فينا ما بيحبش البارفانات، بس في بارفانات بقى بتبقى بوم توب، وفي بارفانات بتبقى ها. انا بقى جاي اقولك على اقوى انواع بارفانات تستخدميها في العيد والراجل هيرشق جنبك، والمصحف صدقيني، اسمعي مني هيرشق كده، هيرشق مش هيسيبك، هيفضل لازق في البيت. بسم الله. نبتدي كده باول واحد، وده بيج بوس البرفانات. وعايزه حد يعترض على كلامي، اعترضي على كلامي اختي منك ليها. البربرا بودي ده اقوى نوع برفان ممكن تستخدميه، مش هقولك في حياتك، هو على مدار تاريخ عمرك اللولبي. البرفان ده جامد جدا يا بنات، جامد جدا 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 جدا. بصوا، هو لا يمت للشجر بصله ولا يمت للعود بصله، هو واخد كورنر لوحده كده، ما تعرفيش هو رايح فين. هو واخد كورنر، والكورنر ده هو مكتسحه. البرفيوم ده جامد بطريقة مش طبيعية. بصي، ده ميكس كده بين الأنثى على الدلوعة على الليدي على البيزنس وومن، ميكس كده غريب. والبرفيوم ده بالنسبة لي توب 1، وطول ما هو مش عندي أنا مش مرتاحة نفسيا. ده جامد قوي يا ده كده توب 1، ده كده بالصلاة على النبي كده تجيبيه وانتي مغمضة، وده أقوى نوع برفان. بصي ارمي كل اللي عندك في الزبالة في الزبالة. ده فظيع، ده توب البرفانات بجد. لا تقولي بقى سي ولا شي ولا الكلام ده، توب. ده توب، ده ميكس غريب مش طبيعي. نيجي بقى لتاني واحد، وده ابن قلبي وابن دمي، يلي ياما شلت همي، اللي هو ده سكاندل. عشان لما بقول سكاندل انا يا جماعه كده بحب اقولها سكاندل. ايه ده اسمه سكاندل؟ لا انا بقى احب اقولها كده. المهم سكاندل. نيجي بقى لده. ده بقى لو اقول لكم قمه الانوثه مش هتصدقوني. مش عايزه جوزك يخرج من البيت، رشي ده. اول واحد ده لو عايزه تشقطي العريس، التاني ده لو انتي عايزه جوزك ما يخرجش من البيت. مبدئيا البرفيوم ده اصلا شكل، ده الشكل الجديد بتاعه. الشكل القديم بقى بتاعه هوريهولكوا دلوقتي. المهم يا اختي انتي وهي، معلش انا بطول عليكم، مش مهم، انتي كده ما وريكيش حاجه، انتي قاعده قبل الفطار ما وريكيش حاجه، قاعده تلتي وتعجني في التليفون. بصوا، ده الشكل القديم بتاعه، وزي ما انتوا شايفين كده الشكل القديم بتاعه هو انثى مقلوبه، يعني زي المقلوبه. فلك ان تتخيلي قمه الانوثه. ده القديم وده الجديد بتاعه. فلك ان تتخيلي قمه الانوثه اللي موجوده في البرفيوم ده. واو واو. اللون الجديد ده اللي هو الاسود، والشكل الجديد ده افخم بكتير من القديم. عايزه اقول لكم هو ميكس بين العود. بصوا بقى، نيجي بقى للتالت. البرفيوم ده اسمه لينترديت، مش عارفه انا بنطقها صح ولا غلط، بس عايزه اقول لك بقى ده هتوفري على نفسك كل حاجه. ده بيمشي رجالي وبيمشي حريمي وفخم موت. البرفيوم ده فخم قوي. عارفه كده اما يخش عليكي ابو هشيمه، او المصحف زي ما بقول لك كده، تحسي ان ابو هشيمه داخل ومأنجج ياسمين مراته اللي هي طليقته، تحسي ان هما الاثنين داخلين عليكي والاثنين راشين من نفس البرفيوم. البرفيوم ده ميكس غريب برضو، تحسوا ان هو خشب على صندل على عود، ميكس مش مفهوم كده. بيمشي رجالي وبيمشي حريمي وفخم بطريقه مش طبيعيه، وريحته عارفه بجد ابو هشيمه، تحسي ان ابو هشيمه داخل عليكي هو وطليقته اللي هي ياسمين قوي. جامد 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 جامد. وده بيمشي الاتنين حريمي ورجالي، وبرفيوم جامد قوي قوي قوي، وبيمشي الاتنين. نيجي بقى للنوع الثالث، وده اخر نوع معانا. الحقيقه ان انا مش عارفه اسمه، فانا سميته اللي ما يتسماش لان انا مش عارفه اسمه. المهم بقى يا بنات، البرفانات دي كلها تستر اوريجينال. يعني ايه تستر اوريجينال؟ يعني البرفانات كلها اوريجينال، وبس بتيجي من غير العلبه بتاعتها، كلها اوريجينال. المهم البرفانات دي كلها تستر اوريجينال. يعني ايه يا اختي تستر اوريجينال؟ يعني يا اختي بدل ما تروحي يا اختي تدفعي 4-5000 جنيه عشان تجيبي لي علبه ازازه برفان بالكرتونه، معلش اصل انا متعصبه، الموضوع معصبني. بدل يا اختي ما تروحي تدفعي دم قلبك عشان تجيبي لي برفان بالكرتونه، لا طب ما انت عندك لولي تستر اوريجينال. لولي دي بتجيب كل البرفانات الاوريجينال اللي ممكن تيجي في دماغك. اي نوع برفيوم ب 3-4-5000 وارقام خزعبليه كده بنسمعها، هاتيه من عند لولي تستر اوريجينال من غير البوكس بتاعته. بيعمل ايه بقى من غير البوكس بتاعته؟ بينزل الربع، مش النص كمان، ده الربع. يعني لو ب 1000 جنيه بتلاقيه ب 250 جنيه، والبرفانات كلها عندها اللي يعرف بقى اسم البرفيوم ده يقول لي. بصوا بقى يا بنات،
هو مبدئيا البرفيوم شكله عامل زي الانسان الالي كده، تحس ان هو انسان الي في نفسه. والله انسان. ولا قوم يلا اعمل لي حبه مكرونه، يلا انا جعانه يلا، ولا يلا. المهم هو انسان الي قوي، انسان الي سمعا وطاعا يا سي السيد. يعني هو انا عرفت ليه هو عملوك شكل الانسان الالي، لان فعلا ريحته ايه ده، ايه حريم السلطان ده، ايه الريحة الرهيبة الجامدة، وريحته مدية على شجري بسيط. عارفة لما تشمي برفيوم كده ويحسسك بالدفى بتاع زمان؟ هو ده بيحسسك بالدفى بتاع زمان. انا بصراحة مش عارفة اسمه ايه. المهم يا بنات ان البرفيوم ده انثوي قوي وجامد قوي وليدي قوي وهانم قوي وبزنس وومن قوي 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 قوي، ومفيش واحده هتشمه مش هتحبه. بيربرا بادي ده بيرضي كل الاذواق، مفيش واحده مش هتشمه